السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا كان عندي هنا علبة جيلي طبعا بطعم الفراولة، وكان عندي موز، وكان عندي تفاحة واحدة طبعا زي ما انتوا شفتوها. طبعا ان اللي عايز يعمل اي نوع جيلي، وطبعا اي نوع فاكهة متوفر عندك. انا هنا جبت عندي مج من المية، حطيته غلي على النار، وبعد كده هحط فيه الظرف اللي هو الجيلي طبعا اللي هو اللي بالفراولة دون، وبعد كده هقلبه مع بعض كويس. وطبعا دوت حسب راحتك انت، لو عايزة تحطي سكر براحتك انت. انا طبعا حطيت معلقة سكر واحدة بس، معلش الكاميرا فصلت عليها. وبعد كده هقلب معايا الجيلي كويس جدا يا بنات، زي ما انتوا شايفينه اهو، لازم يتقلب كويس خالص. وبعد كده بعد ما قلبت الجيلي معايا اهوت، جبت كوباية برضو الا ربع من المية الساقعة حطيتها عليها، وبعد كده هديله تقليبة برضو بسيطة كده. وبعد كده انا عندي هنا الاطباق الازاز ديت، هحط فيها الموز وهحط فيها التفاح اهو. وبعد كده انا بنزل بالتفاح اهوت على الموز. وبعد كده بعد ما خلصت الفاكهة عندي في الاطباق ديت يا بنات، بعد كده هنزل عليهم بالجيلي. والله هي حاجة سهلة وبسيطة خالص، وبتفرق يعني مع الأولاد وكده، وبتفرحي أولادك. وبصراحة كان طعمها جميل خالص، يعني أنا استغربت من الطعم بتاعها، كان طعمها تحفة الصراحة. وبعد كده بعد ما صبيت الجيلي على الفاكهة عندي في الأطباق ديت يا بنات، بعد كده هدخلها التلاجة، وهسيبها تقعد ساعتين بالظبط في التلاجة. وبعد كده ايه هنشوفها معاكم بعد ما تطلع من التلاجة. وبكده بعد ساعتين بالظبط حطيتها في التلاجة، الجيلي والفاكهة مسكوا في بعض كده، وحتى انا بقلب الطبق اهو ماسكة خالص. وما شاء الله كانت طعمها تحفة، وكان طعمها لذيذ الصراحة. الاولاد انبسطوا منها، وحاجة سهلة وسريعة كده وخالص، وما بتاخدش منك وقت خالص يعني. يا دوب ما بتكمليش دقيقتين وبتعمليها. وما شاء الله وشكله تحفة الصراحة، وكان طعمها جميل خالص. ولو اول مرة بتشوفي قناتي، ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.